أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حضرة الطف. اليوم راح يرافقني بهاي الرحلة الشيخ والأستاذ خالد المالكي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك صراحة. بالبداية شنو الأقرب إليك؟ شو تحب أناديك خلال هذا الحوار، الشيخ لو الأستاذ؟ والله هذه الألقاب يعني تعطي مدلولات خاصة باعتبار أنه الشيخ هو رجل دين والأستاذ أكاديمي. نعم. فأنا إن شاء الله أحوي هذه الأشياء الأكاديمية والجو الحوزوي، فأنت اختر ما تشاء. ما شاء الله. عرفنا عن الجانب الأكاديمي بحضرتك حتى المشاهدين يكونون ملمين بالصورة. أنا ماجستير بالفكر الإسلامي، وإن شاء الله في طريقي إلى الدكتوراه إن شاء الله أيضا بالفكر الإسلامي إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نبتدأ بالحديث عن نظرتك للإمام الحسين عليه السلام. كيف ترى الإمام الحسين؟ الحسين سلام الله عليه، كيف أنظر أنا العبد الحقير إليه؟ ممكن أن يكون هو طريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الحسين سلام الله عليه هو طريق إلى الله، حينما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله بأن أحب الله من أحب حسينا. نعم. فطريق الحب والعشق الإلهي هو الحسين. أنت تستطيع أن تصل إلى الله بعدة طرق، فالطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لكن الطريق الأسرع والأوسع والحسين. فأنا أعتقد أن الحسين سلام الله عليه هذا الاعتقاد القاصر والمعرفة الجاهلة التي تحيط بالحسين أنه طريق إلى الله، ويستطيع الإنسان أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى إلى طريق الحب والعشق، وهو ما يريده الله من العبد. نعم. باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال يشير في إشارات بعيدة وقريبة في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وآله أن الحب هو الدين والإيمان، والعلاقة مع الله أساسها الحب. فالحسين هو أساس العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لأنه طريق الحب والعشق الإلهي. فكل خطوات الإمام الحسين هي تعطي مساحة للعاشق أنه يتتلمذ على يد الحسين سلام الله عليه السلام. طيب جنابك إضافة إلى الجانب الديني وإضافة إلى الجانب الفكري والأكاديمي، أيضا تمتلك موهبة التمثيل وجسدت أكثر من دور للإمام الحسين عليه السلام. حدثنا بداية عن هاي الأدوار. علاقة التمثيل بالإمام الحسين هي رسالة. نعم. وعلاقة أيضا. تدري أنت العلاقة مع الحسين تبتدأ من الصغر، لكن تبدأ تتبلور حينما يبدأ الإنسان يعني ينضج شيئا فشيئا. نعم. فهذه الطريقة التي وصلنا إليها في مجموعة من الشباب المؤمنين أرادوا أن يوصلوا صوت الحسين عن طريق الفن، باعتبار أنها وسيلة لإظهار مظلومية الإمام الحسين. فكنت أنا من المشاركين في هذا، متفضل الله سبحانه وتعالى والحسين أن جعلني من الذين يسلكون هذا الخط في خدمة الإمام الحسين عن طريق المسرح. وبفضل الله تعالى ورحمته كنا قد أدينا دور الإمام الحسين، واستطعنا أنه شيئا قليلا أنه نوصل ولو بالتجسيد الخارجي أو الشكلي، خلينا نقول أنه الإمام الحسين وطف كربلاء في يوم عاشوراء. فكانت مرحلة جميلة جدا في حياتي، وأنا لا زلت في كل سنة أجسد شخصية الإمام الحسين في واقعة الطف في منطقة بغداد الجديدة للتشابيه، هذه غير المسرح. باعتبار هذا يعني صار رسم علي أنه أنا دائما كل سنة أكون في هذه الخدمة. تحس جزء من واجبك تجاه الإمام الحسين. يعني أنا حتى ذا كنت في لحظة من اللحظات أنه أنا سرت في طريق الأكاديمية. طبعا السير الأكاديمي بعض الأحيان يتعارض مع هذا الخط. نعم. اللي نسميه الطقسي، باعتبار مدى تأثيره ومؤثراته على الشخص ونفعه وجلب المنفعة للإنسان، يتحارب مع بعض النصوص العقلية المطارة الفلسفية بأن هذا التشكل اللي قاعد يصير الآن مو هو هذا الحقيقة. أنت طريقك بهذا الطريق يعني ممكن يكون به نوع من عدم النفع، لكن أنا لا أستطيع. نعم. لا أستطيع أن أفارق هذا العمل وهذه الخدمة حتى إذا
يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن يتوفاني، فأنا إن شاء الله في آخر لحظات حياتي وأنا أكون خادم في هذا المجال. بس أستاذ خالد، هاي خطوة جريئة أنه تجسد شخصية الإمام الحسين. أولا مسؤولية كلش عالية. مجتمعنا ما يرحم من حبه للإمام الحسين وغيرته على الإمام الحسين. أي هفوة أي شيء مزاج المجتمع جدا راح ينتقدك. غير هذا يقل هذا الإمام الحسين. تالي يعني مو أي واحد يقتنع أنه يجسد شخصيته. يعني كيف اقتنعت؟ أنا في بدء الأمر حقيقة لا بتكون الموضوع سهل جدا أبد، بل هو صعب جدا. أول خطوات أصلا كنت متردد جدا، يعني أنه اجى علي احد الاصدقاء قال انه هناك مخرج وعندنا عمل وكذا ونحتاج لك انه انت تاخذ دور من الادوار. فانا كنت يعني اي دور من الادوار مو كنت راضي انه اكون اجسده، لكن استخرت الامام الحسين سلام الله عليه في داخل الضريح، اخذت نوع من الاستخاره هكذا كان فيها نوع من المقبوليه، فصار عندي نوع من الجرأة انه اقبل على هذا العمل. فشيئا فشيئا المخرج اختار قال انت تاخذ دور الامام الحسين. ايوه، الا انا اصلا ما كنت ناوي ان اخذ دور الامام الحسين. مثل هاي المخاوف اللي انت طرحتها، هاي يعني المخاوف يعني ممكن ان تكون حقيقيه. زين، احكي لي شعورك بهاي اللحظه من المخرج قال لك انت راح تجسد شخصيه الامام الحسين. قلت له لازم اعيد استخارتي مره ثانيه. والله العظيم، لان انا استخارت انه اخذ دور من الادوار من الشخصيات، لكن هسه الان تحددت الشخصيه فلازم اخذ استخاره على هاي الشخصيه. فرجعت للحسين. انا طبعا عندي علاقه مع الحسين، علاقه اعتبرها كل انسان كل محب روح تساله انت الان تقول له شنو علاقتك، يقول لك علاقتي خاصه مع الحسين. الحسين انا احكي وياه هو يحكي وياي. هذا هو الحسين سلام الله عليه، عباره عن حاله من العاطفه والوجدان يعيشها بس العاشق يعرف شنو الحسين. لذلك انا دائما اقول حتى لاصدقائنا الدكاتره اللي هم اساتذتي يعني في جامعه الامام الكاظم، دائما يثيرنا هذا النقاش. أقول بأن الفلسفة شيء، والمعرفة شيء، والفكر شيء، وأنك تكون مع الحسين شيء آخر. بالفعل هذا لا يستطيع أي أحد أنه يوصف لك ما هو ماهية العلاقة. إذا كنتم تبحثون على الماهية والوجود وبحثكم الفلسفي بهذا المجال، أن الحسين وعلاقته مع هاي الأفراد علاقة خاصة لا يستطيع أحد أن يعبر عنها أو يحاول أنه يبينها إلا صاحبها. فأبو الموكب اللي قاعد يخدم ويبذل عنده علاقة خاصة. هذا اللي يضحي الشاب اللي عنده إمكانية أنه يسير في طريق الحياة الدنيوية من حيث ملذاتها وغيرها، لكن هو لا يجد لذة، هو علاقة خاصة تدفعه للذهاب للموكب وأنه يخدم في مجال الحسين سلام الله عليه. هذه عطاء. أنا هكذا أقول بأنها فن العطاء، ليس أي إنسان يستطيع أنه يتملكه. تدري الإنسان لما يريد يصير كريم مدة أن تكون كريم يعني الإنسان يكون مدة من العطاء اللي تعطيه بحيث أنت ما تتكلف حتى تكون كريم. أنك تكون عطاء لهذه الدرجة. في بعض أهل المواكب أنا أسمع قصصهم حقيقة أعجز عن كيفية وصفهم، إنه ما عنده إمكانية أنه يصرف على نفسه وعلى عياله، يقتر على عياله وعلى نفسه ويروح يخدم الحسين. تقول له شنو الموضوع شنو اللذة، يقول لك أنا ما أقدر أعبر لك عنها. هو ما يقدر يعبر عنها ولا يستطيع أن يجسدها إلا بالدمعة. فلذلك علاقة الحسين مع الإنسان وكيفية أنه تذكر الحسين سلام الله عليه ومواقفك مع الحسين يتجسد بالدمعة هكذا. أعادت الاستخارة بضريح الإمام الحسين وقررت تجسد الدور. كيف كان ردود فعل المتلقين المشاهدين الجمهور من جسد الدور الإمام الحسين؟ كانت هذه في أول بداية السقوط. تدري هذه مرحلة ظهور شخص بدون يعني احنا نسميه هذا وجه ظاهر بلي. وتجسيد الشخصية بهذه الصورة وهاي الكاركتر الخاص وفنيا، يعني باعتبار أن المخرج منير راضي يعني أوجه له كل التحية تحياتنا له بالتأكيد. كان يعني عنده الإمام بمواضيع القضايا الفنية. الرجل هو متمرس وكنت أيضا مع ممثلين أيضا متمرسين. لكن بفضل الله وعلاقتي وعشقي للحسين قدرت أن أجسد ولو شيء بسيط من ما مذكور في التاريخ فقط.
وهل هو كتجسيد حقيقي لواقعة الطف والإمام الحسين، حتما لم أستطيع أن أجسد شيء منها. بالتأكيد راح نتكلم عن هاي الجوانب وندخل بتفاصيل أكثر وأعمق، لكن خلينا نروح إلى فاصل، خليكم قريبين. بعد الفاصل رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين حتى نكمل هذا الحوار اللطيف مع الأستاذ خالد المالكي. هساني دا حاور خالد المالكي الممثل، بعدنا راح نستكمل بهذا المحور. ذكرت أنه ما كنت متصور أنه راح تجسد شخصيات الإمام الحسين عليه السلام. طيب، من طرحت عليك الفكرة أنه دور في المسرحية اللي يجسد واقعة الطف، شنو خليت بخيالك أنه ممكن أي دور راح يطرح عليك، أو أنت في داخلك حبيت تأدي أي دور؟ يعني أنا أعتقد هكذا كان الدور اللي مناط أنه أنا أخذ دور العباس سلام الله عليه. عليه السلام. فكانت شخصية العباس باعتبار أنه نعم. الكاركتر حسب وصف التاريخي أنه ممكن أنه يكون قريب. نعم. ودور العباس سلام الله عليه في المسرحية فيه بعض المشاهد أنه مو مثل دور الإمام الحسين. دور الإمام الحسين هو الثقل الأكبر طبعا. فكانت أول الكلام أنه أخذ دور الإمام العباس صح بي نوع من الصعوبة، صح بي نوع من الرهبة الخاصة، لكن يعني قلت ما يخالف. هاي بالبداية في تصورك في ذهنيتك لو طرحوا عليك أي من قالوا أنه تأخذ دور الإمام العباس. نعم. بس قبلها أنت ما حبيت هيك في ذهنك تقول مثلا من طرحوا الفكرة مثلا أنه لو أمثل دور فلان صاحب من أصحاب الحسين، أو بالي أختار فلان دور يكون جميل؟ ما أعرف، هذا السؤال يعني ما كان موجود في ذهني، ما كان موجود في ذهنك في وقت. هو أجد بهذه الصورة. أنا نعم. كنت أتذكر في فترة من الفترات أنه أنا كنت أخدم في سقاية للماء. إحنا مجموعة شباب كنا نجي نعم. ليلة الجمعة نسقي الزوار للماء يعني. نعم. فكنا نحس في علاقة الخدمة، فشي لطيف جدا. فلما بدت هذه الحالة وأنه جاء أحد الأشخاص قال إنه عندنا يعمل نعم. هو كان يشرب بالماء طبعا سبحان الله، يشرب مي من يمي. نعم. فوقف راح جاب صديقه، ورا الثاني جاب صديقه الثاني، بعدين اجوا هم كلهم جو ياخذ رايهم من بعيد. اي سبحان الله. فمن اجى قال لي، قلت له يا بلا خلينا نروح استخار. بعدين قلت لك استخارات وصارت المساله. بس انا تقول لي انت شنو هالجرأه؟ ممكن تقول لي شنو هالجرأه اللي خلتك تقبل؟ حقيقه انا ما كنت فرحان انه اخذ دور، باعتبار انه هذا الشخصيه انا مؤمن بان الحسين سلام الله عليه ما ان جسدته، فانا راح يصير عندي فد ملكه خاصه، ممكن فد بركه خاصه، فشي يجيني من هذه الصوره. نعم. سمعت فد يوم من الايام انه الشيخ الوائلي، انا كنا نستمع للراديو في عهد المقبور، كانت اكو فد روايه يذكرها الوائلي ان هنالك شخص كان يشرب الخمر وكان يستوقف الوائلي انه تعال اقرا لي. فبهذا قال له لازم منبر، انا ما اقدر اقرا ذا منبر. نعم. فقال له انا راح اصير منبر. هو هذا نفس هذا الشارب الخمر. نعم. فهذا جلس قرأ عليه، جلس عليه الوائلي، قرأ عليه لحد ما اغمي عليه وطلع. نعم. مدى صحة هذه الرواية أنا بعتذر، بعد ما دخلت الأكاديمية صار عندي وسواس البحث عن الرواية، أصلها ومتنها وعلم رجالها وكذا. بغض النظر، قبل ما كان عندي هذا الشيء. نعم. هذا الدافع الأول للذهاب للفعل لخدمة الإمام الحسين. فبالرؤية كأنه صارت يوم القيامة وهذا الشخص إجا ملك، يعني الملائكة تريد توديه أعماله سيئة. نعم. تتودي للنار، الملائكة ترفض، تقول بأن هذا منبر الإمام الحسين فما يصير إحنا ندخله. نعم. وين؟ للنار. فهو ما عنده أمال حسنة يدخل بها الجنة، وهو منبر للحسين فلا يدخل النار. نعم. فهو بقى ما بين الجنة والنار.
طبعا هسه انا ارجع واقول مدى صحه الروايه نعم. انا مو في صددها. جائز تكون رواية تحفيزية. ممكن هي روايه تحفيزيه وممكن ما اعرف. نعم. بالنتيجه انا هذا قلت انا اذا منبر الحسين ما دخل النار، فاذا جسد الشخص الحسين انا النار شلون احصلها؟ فكرت بطل. أحسن. الله. فكانت وان كانت طمعيه، نعم. هي طمعيه باعتبار انه انا اريد استنفع كل مجال الاستنفاع من الحسين. شنو مجال انه اني افوز بالحسين؟ نعم. افوز بفاطمه الزهراء، افوز بقلب. يعني انا ليجي واحد يقول انتم الشيعة ليش هيجي؟ ترى والله نيتنا سليمه. نعم. احنا نريد نرضى رب العالمين، بس بدنا نبحث عن طريق اللي هو يحبه الله ويريده الله. نعم. فهذا طريق يريده الله الحسين. فاللي يجسد بالمسرحيه، واللي يسقي الماء، واللي يمشي، واللي عنده موكب، واللي يلطم، نعم. واللي عنده مجلس، كلهم غايتهم الله سبحانه وتعالى. ما يحبون الحسين لان نعم. الحسين هو مثلا كاسب او لان الحسين تاجر، لا، الحسين امام. يحبون الحسين لانه ضحى الى الدين. الحسين مثل الله واعطى لله كل شيء. نعم. فنحن نعطي شيء، وقت، نعم. مساحه من حياتنا نعطيه، هو يوم واحد بس. أستاذ خالد ذكرت كلمة جدا جميلة، قلت بشخصيتي تجسيدي لشخصية الإمام الحسين أحس بفد ملكة جدا جميلة. حضرتك ذكرت أنه تجسد الشخصية عام بعد عام، سنة بعد سنة. الملكة هاي شو تغيرت؟ وشنو اللي غيرته بتجسيدك للشخصية عام بعد عام؟ أكيد أكو فد إضافات، فد استحضارات، أقلها على الجانب الروحي. شنو التغيير اللي صار سنة بعد سنة؟ يعني تدري انت من تجسد هاي الشخصيه اولا باعتبار انك تدري هو العلم هو اساس المعرفه. نعم. والمعرفه اساس الامتناع والقبول. الناس اعداء ما جهلوا. نعم. اذا عندك شيء تريد ان تمتنع من عنده فانت جاهل فيه، واذا احببته اقبلت عليه. نعم. فالحسين سلام الله عليه انا اقبلت اول اقبال الي، ما اقول بجهل لكن بعلم بسيط. نعم. الشخصيه هاي اضافت الي انه لابد ان اتعلم، لابد ان اضيف. يعني انا من اجسد شخصيه الحسين وانا لا اعرف شيء من القران، لا اعرف شيء مثلا من معرفه الدين، باعتبار ان الثقلين هو كتاب الله وعتره. نعم. عتره البيت. فانا اذا لم اعرف شيء من هذا الشيء القران والعتره، ولا كاني جسدت الامام الحسين. فسنه عن سنه دخل في داخلي شيء اسمه المعرفه. نعم. فآليت على نفسي أن أعرف الحسين. تقول لي أنت دخلت الأكاديمية حتى تعرف الحسين؟ أقول لك إيه. زين، ما أنتم ما قاعد تدرسون شيء عن الحسين. أنا بوابت كل أشياء اللي قرأتها وين؟ بالحسين. كل شيء، حياتي كلها الحسين. نعم. كل أشيائي كانت مع الحسين، حتى علمي، معرفتي، أردت أنه أتعلم حتى أعرف الحسين. لأن أنا كنت في داخلي أنه كل ما تعلمت اقتربت. نعم. كلما عرفت شيئا اقتربت أكثر. إذا بالتالي دراستك الأكاديمية غيرت من علاقتك بالحسين عليه السلام. طبعا. شفته بمنظور آخر. طبعا. نعم. سنة عن سنة، يوم بعد يوم، كان الحسين يعني ضياء في حياتي، أستفيد وأستنير. يعني مثلا أنا أقول في مثل بسيط، الصلاة عند الحسين، الصلاة في منظور الحسين. نعم. احنا نعلم بأن الصلاة هي ميزان الدنيا، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أنا اللي أمشي للحسين، وأنا اللي أخدم عند الحسين، وأنا اللي ألطم، وأنا اللي أحضر مجالس الحسين. أعرف شو الصلاة. أول شيء الحسين فعله في كربلاء، من ضمن فلسفة الحسين، نعم. في طف كربلاء، أنه المعركة دائرة، ويجي واحد موظف تقول له يابا أنت سمح لك، حتى ما شاء الله حتى رئيس الوزراء سمح بأنه تصلون في. نعم. يابا أنت تصلي؟ يقول لا، من أرجع للبيت أكون أجهز أرتاح أسترخي وكذا، هذه يلا أصلي. زين الحسين ليش ما قال هاي الكلمة؟ قال خلي تخلص المعركة، خلصت وأنا حي أصلي، ما خلصت أنا متشحط بدمي إلى الله. لكن نجد الحسين حينما ذكر أحد الأصحاب أنه قد دنا وقت الصلاة، قال ذكرت الصلاة، أنا الآن أصلي، قولوا للقوم أننا نريد أن نصلي. نعم. عجيب. هذه مو فد شيء بسيط، أنه الحسين في طف كربلاء. إذن هو الحسين ما استشهد لكي يعني يستشهد، لا، الحسين استشهد حتى أصلي. لا. أنا هذه التعابير والمعرفة
ما كنت أحس بها، ممكن كنت أسمعها، لكن أكاديميا معرفيا نعم من وصلت إلى مستوى أن أقرأ، مستوى اقرأ في القرآن. شنو يعني اقرأ؟ نعم. الله سبحانه وتعالى من يريد يوصف يتكلم مع الإنسان، أول خطاب للإنسان إيش قال له؟ اقرأ. اقرأ. فإذا أنت ما تقرأ راح يكون عندك جهل، وإذا قرأت صار عندك معرفة وعلم. فالحسين هو الإقرأ، الحسين هو المعرفة. فكل يوم وكل ما تعلمت، كل ما أتعلم بعد أكثر، أقترب من الحسين أكثر، وأقترب عن طريق الحسين نعم. بالله أكثر. طيب قبل أن أختم هذا الجزء بكم ثانية، أحيانا نشاهد الممثلين اللي يدورون اللي يجسدون دور شخصيات، خصوصا الشخصيات الإسلامية، بعد تشيد هذا الدور يقول أنا حتى تصرفاتي على الصعيد الشخصي قمت أحسب لها حساب، الناس تشوفني تقول هذا اللي جسد دور شخصية الإمام الحسين المفروض ما يتصرف كذا وكذا، هذا اللي جسد دور الصحابي أو الإمام الفلاني المفروض ما يعامل الناس حتى على مستوى الحياة الشخصية. احنا قلنا الناس أمزجتهم وانتقادهم جدا صعب. انت تغيرت ايضا، عفوا، هاي الفلسفة انه قمت تحسب حساب حتى تصرفاتك الشخصية، اللي يشوفك اللي يقول هو هذا اللي جسد شخصية الإمام الحسين، شايف مجتمعنا هيك بالنهاية يتصرف. صارت عندك هاي الحالة. اي هذه الاشياء اكيد، هذا من الاساسيات. نعم. انه حتى المشيئة مالتك، الوقفة، القعدة، كذا، تدري بعد انت من تجسد الشخصيه يكون تدرس الشخصيه. هذا من ضمن السياق الفني يعني. نعم. هذا مو من ضمن السياق الحوزوي ولا الاكاديمي، هذا سياق فني. انه انت اذا تجسد الشخصيه لازم تخوض في الشخصيه، تدخل نعم. في غمار شخصيتها. وانا مو بجسد شخصيه الامام الحسين، جسدت شخصيه الامام علي سلام الله عليه في مسرحيه ايضا. نعم. وجسدت شخصيه السيد الشهيد الصدر الثاني. نعم. كل الشخصيات من كنت أروح أبحث عن ماهيتها ومدى كيفية حركتها وسكونها. نعم. تاريخيا يعني. طبعا هذا يرشح عليك، تدري أنت لما تقترب من شيء نعم. لا يرشح عليك شيئا منه. طيب أستاذ خالد، خلينا نتكلم عن كيفية استحضار مكنونات هاي الشخصيات وكيف حضرت والدراسة إلها حتى نستفيض بالتفاصيل بعد الفاصل. خليها، شنو رأيك؟ إن شاء الله. خليكم ويانا بعد الفاصل. إذا نستكمل الجزء الأخير من حوارنا هذا اليوم مع الأستاذ خالد المالكي. أستاذ خالد، وصلنا إلى جزئية التفاصيل وتحضير. الممثلين والمخرجين يسموها تحضير مكنونات الشخصية وفق التوصيف التمثيلي والأكاديمي بجانب التمثيل والفنون. احنا خلينا نسميها، نقول شلون حضرت لتجسيد شخصية الإمام الحسين عليه السلام أو شخصية الإمام علي عليه السلام، مثل ما ذكرت جنابك أنه حتى أديت دور شخصية السيد الشهيد الصدر الثاني. مثل هكذا شخصيات لها ثقة بقلوب الجماهير ولها ثقة روحاني وديني وعقائدي، وذكرت حضرتك المسؤولية جدا كبيرة، فلازم نجسدها بصيغة جدا مضبوطة، مقابلة للخطأ، مراعاة أيضا ربما الجوانب التاريخية. فقبل أي دور تختاره وتجسده، شنو التحضيرات، شنو طقوسك؟ يعني تدري أنت البعد الروحي نعم الموجود بالشخصية لا يستطيع الممثل أكثر الأحيان، أنا حسب ما فهمت من عندهم، نعم أنه يمثلون قضية التمثيل هي حاضرة عند الممثل، نعم، لكن تجسيد الشخصية شيء غير التمثيل. لذلك بعض الأحيان يدخل الممثل يدخل في الشخصية، لذلك ما يخرج من عندها. نعم. فحسب ما أنا فهمت من عندهم، لأنه أنا مدة من الزمن وياهم، أنه لابد أن يكون الشخصية داخلة عندك مثلا 60% 70%، لا تدخل 100%. مو زين يعني.
لما يطلعونك من الشخصيه يمكن انه انت ما تقدر تؤدي الدور بصوره صحيحه باعتبار مشاعرك كلها حاضره. نعم. تدري انت هسه مثلا حتى دور الامام الحسين وطف كربلاء، لما تريد تمثل الشخصيه، انت لما تحضر شخصيه الامام الحسين انت ما عايش وياها، نعم. انت سامع عنها، وهذا السمع اللي في داخلك كون في داخلك شخصيه. انت نعم. في داخلك الشخصيه هذه رسم لك بخيالك في الكاركتر عالم معين. الخيال. نعم. احسنت، عالم الخيال والسيطره على عالم الخيال. فانا من النوع اللي ابحث بعاطفه واحب الاشياء، يعني اذا ما احب الاشياء ما اسويها. انا لو ما احب الفن نعم. واحب التمثيل ما كنت اقدر انه اني امثل الشخصيه بهذه الكيفيه. حتى بعض الممثلين من كان حضروا المسرحيه يعني تعجبوا انه انا مو خريج اكاديمي اصلا. نعم. فقالوا انت شلون قدرت؟ انا اخذت التكات الفنيه اللي هي الاكاديميه اخذتها من المخرج، وكان جدا متعاون وياي، والممثلين كانوا ايضا ما شاء الله وياي، كانوا انه فانا دخلت في داخل الشخصيه انا اللي انا امثلها روحانيه خاصه. نعم. فكنت باثناء عمليه التجسيد، ما اقول تمثيل، نعم. التجسيد داخلي يحضر فد روحانيه خاصه تخص الشخصيه المعينه، مثل السيد الشهيد باعتبار انه شخصيه حاضره في ذهن المتلقي نعم. والمشاهد. الامام الحسين قلت لك مو حاضر، ما حد يعرفه. انا حد ما يعني ايش قد ما اريد انطم للشخصيه اللي موجوده تاريخيا والمنقوله عنها واني احضرها في داخلي وبعدين نعم. انه انا اجسدها، ما راح يقدر واحد يقول هاي لا هاي الحسين ما كان واقف هيك، الحسين ما داير وجه بهاي الصوره، نعم. لا الحسين نام ما غضب بهاي الصوره، الحسين كذا، ما حيقدر يقول لي باعتبار انه منو اللي كان موجود ما حد. نعم. فاقدر وحب الجمهور للشخصيه ايضا احيانا يحميك. شلون ما تجسد الشخصيه يعطيني مساحه، يعطيك مساحه، لان هي اوريدي الشخصيه محبوبه من قبل الجمهور. احسنت. نعم. لكن شخصيه الشهيد لا، مختلفه. لذلك انا كنت مع حبي للسيد الشهيد، نعم. ومع يعني عشقي للسيد الشهيد رحت الى دور السيد الشهيد وحركاته في كل سيدياته. نعم. جلست مده من الوقت ما يقارب 6 أشهر متمعن بحركات السيد، كيفيته، شغلته، كذا، هذا مسكت لحيته، يعني كل شغلات الاشياء. وكنت اسال هو ليش كان يسوي هيك، ليش كذا، ليش كذا. فرحت درست الشخصيه ورحت البعد الروحي. نعم. مو بس الشكل الخارجي، لا البعد الروحي، كيفيه حضور الاشياء الروحيه في آن الحركه. نعم. يعني الحركه المعينه، السيد الشهيد عنده حركه دائما اقول ليش هو يسوي وش وقت من يكون هو مثلا غاضب، ممكن هو فرحان، ممكن متوتر، ممكن كذا. فسالت واتقصت عن هذه الافعال، والحمد لله وشكر الله سبحانه وفقني باعتبار انه نيتي سليمه تجاه هذا العمل. هذه الشخصيات اللي انا اسميها الجباره، اللي هي يعني اعطت ما اعطت للاسلام واعطت ما اعطت للمتلقين. نعم. مثلا الحسين سلام الله عليه، لما انت تجسد شخصيه الحسين وعلاقته مع العباس، انت شلون تصير؟ صدق المخرج ظل حوالي يمكن 3 أشهر قال لي ما اقدر اطلع العباس، يعني هذا بالبروفات يعني. نعم. قال لي ما اقدر اطلع العباس والامام الحسين، ما حاضر عندي الاخراج الفني انه شلون اطلع الامام الحسين ويا العباس. نعم. يعني في السينما او نقول يعني اخراجيا مسرحيا ما حاضر بذهني. هو يعرف شلون، يعني هو اكو سيناريو موجود بس شلون يطبقه على ارض الواقع ما يقدر. نعم. عن طريق رؤيه في عالم قد ما نفكر بها سيجي واحد يقول لي مو انت استاذ اكاديمي، انت تؤمن بالرؤيه الدرجه، انت بالاحلام. لا بس هي الرؤيه انطتنا في الصوره، ما نقول حقيقيه. نعم. بس صوره فنيه استفادينا من عندها. وين؟ بالمسرح، انه شلون يطلع العباس سلام الله عليه ويستلم القربه، وشلون يودع زينب سلام الله عليه والاطفال، واكو طفله تمسك به. هاي في عالم الرؤيه، في عالم الخيال. اكو فد شيء اجى في ذهني في رؤيه معينه، قلت للمخرج، قلت له انا ايش شفت رؤيه؟ قال كلش حلوه، هي لقطه مسرحيه جميله، هاي راح نجسدها. وسبحان الله، يعني سبحان الله احنا نعرض واحنا نبكي. نعم. لان تدري الحسين هو عباره عن دمعه، غير الدمعه مع الحسين المعرفه تجي بعد الدمعه. نعم. انت اول شيء تسلم للحسين، بعد ما تسلم تعرف. انت ما تريد تعرف وتريد عود تصير عندك معرفة وتيجي للحسين، ما راح توصل. ما راح توصل. انت اول شيء سلم مشاعرك، ابدي بالدمعة، احضر المجلس،
روح للموكب، امشي للحسين، احضر في كربلاء، عيش مع الحسين بطفه، بعدين تعلم. هكذا وصلنا للحسين. نعم. بس مال انت تبقى من بعيد لبعيد، والله انا اذا ما اتعلم ما اوصل، ما راح توصل، راح تبقى بعيد وتموت وانت بعيد. نعم. مثل هواي ناس تدعي انها حسينيه، وبعدها ارسطو، افلاطون، بعدها الفارابي نعم. وابن سينا ابتعدوا عن الحسين، باعتبار انه المسائل الفكريه والمسائل العقليه تمنع العاطفه والعلاقه العاطفيه بينك نعم. وبين الحسين. سنعقل. الإمام علي عليه السلام يقول بما معناه إنه لو تكشف لي الغيب والله ما ازددت يقينا بالله، وراح يزيد إيماني أكثر ويقيني أكثر، لأن أنا واصل لأعلى المراحل، ما أحتاج بعد أدلة حتى أحب الله سبحانه وتعالى وأؤمن بوجود الإله الواحد اللي خالق كل شيء. زيادة معرفتك بالإمام الحسين سواء من خلال الشخصيات اللي أديتها وضرورة أنه تقرأ عن هاي الشخصيات، أو من خلال دراستك الأكاديمية اللي وظفتها كلها في سبيل الإمام الحسين وطريق الطف، شنو زادك من معرفة بالإمام الحسين عليه السلام؟ أنا أسميها بهذه الصفة إيش البسيطة، خلينا نسميها أنه الغيرة على الحسين. نعم. غيرة على مذهبك، غيرة على الله، أصبحت لدي غيرة شديدة جدا. يعني أنا من أشوف بعض الأشخاص يعني علاقتهم مع الحسين تكون سطحية، يعني هغار عن الحسين، أقول له لا مو هيك لازم تسوي، لازم يجي تسوي. ازدادت الغيرة على الحسين، فخلى بداخلي أنه لابد أن أجتهد أكثر، أن أتعلم أكثر، حتى إذا أردت أن أتكلم بالحسين أكون أحسن المتكلمين، إذا أردت أن أصلي أكون أحسن المصلين. نعم. علمني الحسين وزادني يعني معرفة أن أكون الأحسن، أن أكون الأكمل. الحب للكمال هو ما وصف يعني علاقتي مع الحسين، أن الحسين كان يدفعني للكمال، لأن الحسين كل شيء فيه هو كامل. نعم. كل شيء فيه يدفع نحو التكامل. فأنا من أبدي بمعرفتي مع الحسين وجدت أن الحسين يحثني للكمال، فكلما تعلمت كلما وجدت بأن الحسين يحثني إلى أن أتعلم أكثر. هكذا يوصفونها. نعم. أن المعرفة والعلم مثل الحفرة، هكذا تحفر، كلما حفرت زادت، وكلما كبرت هذه الحفرة أنت ازددت يعني قلة. نعم. كلما تعلمت قللت، كلما ازددت معرفة صار عندك قلة يعني شأنية، قلة نعم. تكبر، قلة. فالعلم كلما كبر أنت صغرت. طيب باقي لي من الوقت 30 ثانية وأريد أجاوب بجملة واحدة. جسدت كثير من الشخصيات الإسلامية واللي لها بعد عقائدي وروحاني بنفوس المؤمنين، من الشخصية اللي تطمح لتجسيدها، هيك تحلم بتجسيدها؟ اعطيني اسم. الحاج أبو مهدي. حاج أبو مهدي المهندس. شنو السبب باختصار؟ طريق الحسين. الله، وصف جدا طريق جميل. الحسين بدينا لقاءنا، الحسين طريق لله سبحانه وتعالى وطريق لحب الله سبحانه وتعالى، وأبو مهدي المهندس هو طريق للحسين عليه السلام. بداية جميلة موفقة وخاتمة جميلة جدا. أشكرك جزيل الشكر الشيخ الأستاذ خالد المالكي على هذا الحوار. شكرا لك، وفقك الله، وفقنا إن شاء الله لأداء الخدمة والعزاء، وجعلنا وأنا وياك من المعزين الذي تتلقاه فاطمة تتلقفهم إن شاء الله بالرحمة إن شاء الله. آمين. أحبتي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.